شحاتة ازاي بتقيس سابقة أعمال الشركات؟ خليني اقول لك كام نقطه مهمه. اولا، لما نيجي نقول كلمه سابقه اعمال ده معناه ان مشروع اتنفذ على ارض الواقع، مش ان مطور اخذ مشروع وباعه ولسه ما نفذوش فننسبه ليه كسابقه اعمال. ده طبعا غلط 100%. ثانيا، حجم المشروع نفسه بيفرق. يعني انا مثلا لو مطور ببيع ميجا بروجكت، هل انا كان عندي منفذ قبل كده مشروع بنفس الحجم ولا لا، ولا كلها مشاريع صغيره؟ ثالثا، نوع المشروع كمان بيفرق. يعني لو انا مطور ببيع سكني بس، مش بالضروره لما اجي انفذ مشروع اداري وتجاري ينجح، والعكس طبعا صحيح. رابعا والاهم من وجهه نظري بقى، هو ان الشركات اسمها شركات مطوره. يعني مش معنى ان حضرتك عملت عماره انك بقيت مطور عقاري. التطوير العقاري مفهومه اكبر واوسع بكتير، وبيعكس مدى قدرتك ان انت تخلق كوميونتي وتخلق قيمه مضافه فعلا للمشروع بتاعك. بالاضافه ان وجود عدد من الشركاء في نفس المشروع ده مش معناه او مش بيعكس خبره الشركه. يعني ده مش معناه ان خبره الشركه تساوي مجموع خبرات الشركاء، لان احيانا بنشوف بعض الشركات بتقول عن نفسها خبره 50 و60 سنه، وبنكتشف ان كل واحد من الشركاء عنده خبره 10 او 20 سنه وبيجمع كله على بعضه. فمن فضلك لو سمعت حاجه زي كده تحرى بدقه واعرف انت بتشتري مع مين كويس.